من بريس 23. أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بريت ماكورك المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بضرورة عودة قوات بيشمركة غرب كردستان إلى مناطقهم، حيث أعلن دعم بلاده الكامل لتلك القوات. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن النظام السوري يستخدم التجويع المدنيين كسلاح حرب، وأضاف كيري أن تنظيم الدولة الإسلامية قد خسر الكثير من مناطق سيطرته في سوريا، وذلك بسبب كثافة غارات التحالف الدولي على مناطق التنظيم. واصل الجيش النظامي تقدمه في ريف حلب الشمالي، حيث سيطر على قرى جديدة، ومن جهتها اتهمت المعارضة السورية من جنيف النظام بتصعيد عملياته العسكرية بالتزامن مع إطلاق المفاوضات. قال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الحكيم بشار: التقينا بالسيد دي مستورة في جنيف، حيث كانت الأجواء في اللقاء غير إيجابية، وذلك خلال لقائه مع شبكة كورد ستريت. غرق نحو 9 لاجئين في بحر إيجا بينهم طفلان أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان من محافظة أزمير التركية، ولم تحدد جنسيتهم بعد.